انا الفيديو ده بعتبره مهم جدا، عشان لو نفذتوا الكلام اللي فيه فعلا هتشوفوا فايدة وتغيير كبير جدا في حياتكم. هكلمك النهارده على الوصفة السحرية للتغيير. احيانا بنقعد نشتكي من وجود شخصيات مضرة في حياتنا، اللي بيسرق، اللي بيضر، الزوج المزعج، الحياة الغير مستقرة. هذا المعروف عني عن اي حد بيتابع معايا. اصحابي عارفين ان انا مش بطبطب. لو انت بتتكلمي او بتسمعي الفيديو ده عشان اطبطب عليكي يقول لك يا حول الله يا ربي ويا عيني ويا حرام، لا اعملي سكيب للفيديو. لو انت فعلا عايزه حل، حاجه تغير حياتك من ارض الواقع، حاجه انا جربتها وجربت مع ملايين من الناس والحمد لله هي دي كانت فعلا الوصفه السحريه للتغيير، كملي معايا الفيديو وركزي فيه كويس قوي. ربنا قال في كتابه العزيز: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. يعني الجوز اللي قدامي الظالم المفتري اللي بيخون اللي بيضرب اللي بيشتم اللي بيعمل اي حاجه من نفسي، هو بيجسد حاجه من شخصيتك قدامك. صاحبتك اللي بتخونك او بتلحق بيك الضرر اي شكل من الاشكال هي بتمثل جزء منك. فالحل علشان نطهر حياتنا من اي حاجه بتضايقنا او بتزعجنا ان احنا ننظف نفسنا الاول. الكلام اللي بقوله لك ده انا مريت بيه شخصيا وطبقته على ارض الواقع مع عدد كبير جدا من الناس، وشفت ناس كتير بتكرره، وبسم الله ما شاء الله على النتائج اللي حصلت في حياتهم. قبل ما تفكري هو ليه بيعمل فيا كذا، هو ليه بيضرني، هو ليه صاحبتي بتعمل فيا كذا، فكري الاول انت ايه بتعمليه خلى الشخصيات دي تتجسد في حياتك وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. كل حاجه موجوده في العالم اللي حواليك، في حياتك، في صحابك، الكينونه اللي حواليك كلها، الانسان نفس وجسد وروح. فدي اسمها الكينونه بتاعتك. اي حاجه بتظهر في الكينونه بتاعتك هي انعكاس لحاجه جواكي اصلا. عشان تعرفي نفسك صح لازم تعرفي ربك صح، ودي طريقه من طرق العباده. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل السلام. انا الراجل ده مش عارفه اطلعه من الفيديو، يا رب بقى ما يبقاش باين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل السلام. يعني انت لما بتجاهدي نفسك وانك تطوري نفسك وانك تطهري نفسك كانك بتجاهدي في سبيل الله، وربنا هيديكي سبيل السلام والتخلص من الشخصيات دي. الانسان عباره عن ترددات كونيه، احنا عباره عن شفره كونيه ليكي ترددات، والشخص اللي قدامك اللي بتتعاملي معاه ايا كان هو مين كمان ليه ترددات. فلما تنضفي انت تردداتك دي الشخصيه المقابله ليكي هتتنضف كمان. حاجه من الاثنين: لما انت تطهري نفسك وتحسني من نفسك وتزكي نفسك، الشخص اللي امامك حاجه من الاثنين: يا هينضف وهيبقى زيك ويوصل لتردداتك. هنفترض ان تردداتك مثلا الكود بتاعها 360 مثلا وبتعمل الهزه دي ترددات ذبذبات، والشخص اللي قدامك تردداته 720. يعني لما انت تطهري نفسك وتستقري ما تفضليش طالعه نازله طالعه نازله، حاجه من الاثنين: يا اما هو تردداته هتتظبط وهيبقى زيك، او هيختفي اصلا من حياتك وهتنفضيه وتطلعيه بره حياتك تماما. القران الكريم بيقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وسيدنا يونس، ووعي سيدنا يونس اللي كلنا احيانا بنتحط فيه، ما حصلوش تطهير وتزكيه وربنا ما خرجوش من بطن الحوت غير لما قال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا اللي كنت ظالم يا ربي. لما تسالي ليه جوزي نرجسي ونقعد ندور في الفيديوهات ازاي تجذبي لحياتك الشخص الفلاني، ازاي تجذبي الثراء، ازاي تجذبي كذا، حاولي تشوفي انت نفسك، اعرفي نفسك وتقربي من نفسك. والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو، انا لو قلت لكم بعد ما حاولت قدر الامكان ان انا اغير من نفسي وامشي على الكلام اللي انا قلته ده، التجليات اللي ظهرت في حياتي والله العظيم ما هتصدقوها. كم البشر اللي خرجت من حياتي، كم الناس اللي اعترفت بعظمة لسانها كانت قد ايه ناوية تأذيني. الشخص السيء مش هيبقى له مكان في حياتك اصلا. يا ريتني اقدر اقول، بس للاسف انا ما اقدرش اقول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة التطهير، وربنا يجعلنا نتزكى اكتر واكتر. جربي انك قبل ما تدوري على اي حد، كم الناس بتوع الدليفري اللي ورايا مش طبيعي، قبل ما تدوري في اللي حواليكي ازاي تحسني فلان وازاي تكذبي علان وازاي تكذبي كذا، دوري في نفسك وطهري نفسك واعرفي ان تحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. كل حاجه بتظهر قدامك هي انعكاس لحاجه جواكي. حاولي تتوبي وتطهري نفسك على قد ما تقدري، وساعتها هتندهشي من كم الطهاره. حصرينها على الطهارة الجسدية فقط، هي كمان طهارة على مستوى الروح والنفس والكينونة كلها. الشخص اللي مش مناسب ليكي فورا جسمك وكينونتك والعالم بتاعك كله هيرفضه ويطلعه بره دنيتك، مش هيكون موجودين غير بس الشخصيات النظيفة او اللي على مستوى طاقتك ووعيك الفترة دي هي اللي هتخدمك
وكل ما تطوري اكتر وتطهري اكتر كل ما كينونتك هتنضف اكتر. اتمنى يكون الفيديو ساعد حد قاعد يدور ويعمل سيرش على ازاي اجذب الشخص الفلاني وازاي اطور فلان، ويكون نور بصيرته او لمس حته جواه. لو فعلا كلامي لمس حته عندك وحسيتيه فعلا مفيد، لايك وشير وحاولوا تنشروا الوعي لعل حد يستفيد.